احسن طريقة اندومي في الوطن العربي بالشطة ممكن تدمنها وتعملها لجوع اخر الليل. تعال اقول لك عملنا الافتكاسة دي ازاي لجوع اخر الليل لو انت مدمن اندومي ومدمن شطة. ايه ده؟ اللي هجربها يا شيخ بسيط. زي ما انت سمعت كده، والطريقه دي للكبار فقط. لو انت بقى بتعشق الشطه جربها وادعي لي. في حله على النار هنجيب اندومي بالخضار وهنحطهم مع بعض. الشيتوس انا عارف انه مقاطعه، انا مقاطع كل حاجه الا كيس الشيتوس ده ما اقدرش. مرقه دجاج هنحطها على النار، وباقي نص ميه هنحطها على النار. بعد كده هننزل بالاندومي بتاعتنا اي نوع بقى انتوا بتحبوه. عن نفسي بحب الخضار، ودي طبعا هيبقى طعمها لذيذ كده معاكم شويه. معلقتين صلصه او معلقه، وهنحط السبع بهارات. هنا بقى الكارثه والمصيبه، طبق شطه كامل هتغرقوا الاندومي. انا الصراحه انا ما اكتفيتش بطبق شطه، لا انا كمان حطيت معلقه شطه كبيره. ايوه زي ما انتوا شايفين كده. اي نوع جبنه بقى عندكم في التلاجة، ولو يستحسن جبنه كريم اللي هي السايحه دي. ننزل بمعلقتين برضو عليهم، وهنفضل نمكس بقى كل ده مع بعض عشان تلاقي الاندومي دابت في بقك اكتر. هتزود بقى من الجبنه، نمكس كل ده في بعض لحد اما نلاقي الميه كده لونها اورنج غامق. طبق شيتوس وهننزل بيها على طول. واخر حاجه بقى هنحطها وهي بهارات بتاعه الاندومي، وهنعصر نص ليمونه. وطبعا الطريقه دي زي ما قلت لكم للكبار فقط. وهنمكس بقى ونقلب كل ده في بعض. ولو انت عايز تحط كوبايتين ميه عشان برضو ما تعجنش منك عادي جدا. هنا غرفت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول لكم كانت سخنه مولعه، بس بما ان ده تحدي حباكم تجربوها وتحطوا كميه الشطه دي، ما تنسوش لايك وحركه الاكسبلور وجربوها.